السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليفربول يتصدر دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة من نادي إيدنهوفن بنتيجة 3-2. طبعا ليفربول كان بيلعب بالشباب وريح نجومه للمباراة القادمة. كده ليفربول متصدر الجدول. فكرة أبطال أوروبا الجديدة فكرة جامدة وحلوة جدا. بقينا نشوف ليفربول بيلاعب الريال، باريس بيلاعب برشلونة، يعني في منافسة. المهم بنشوف أهداف كتيرة، فرق كبيرة بتلاعب بعضيها وملحق وحاجات كده حلوة. نبدأ بليفربول. مباراته كانت تحصيل حاصل، مش مهم خسر أو كسب لأن كده كده متصدر. جاكوب سجل الهدف الأول لليفربول. جاكوب من أحسن اللعيبة دلوقتي في الليفر. ثم إند هوفن يتعادلوا في الدقيقة 35، وإليوت اللي أنا بحبه شخصيا سجل الهدف الثاني تربية صلاح، ويتعادل إند هوفن في الدقيقة 40. مباراة كانت يعني تحصيل حاصل، مباراة عادية. ليفربول ما كانش مهتم بيها خالص، خسر او كسب مش فارقه معاه. شفنا فيها 5 اهداف. ليفربول اتغلب 3-2 وتصدر الجدول. سلوت خلى ليفربول في حته تانية، متصدر دوري ابطال ومتصدر الدوري الانجليزي. سلوت مدرب هايل، فليذكر التاريخ ان ليفربول مع سلوت اول نسخه له عظيمه في الابطال. وليفربول احتمال يواجه في دور ال 16 باريس او موناكو او بوريست او بونفيكا، ولسه طبعا هنشوف القرعه. نيجي للسيتي اللي كان هيخرج وصعد للملحق، واحتمال كبير يلاعب الريال او البايرن. احلى شيء ان مرموش هيشارك في المباراه القادمه، واحتمال الخصم يكون الريال. جوارديولا لعب شوط اول كان زفت وكان مغلوب 1-0، لكن في الشوط الثاني بتغييراته شغل قرعته ونزل سافينيو المتالق. مش عارف ليه ما قعدوا دكه. لاعب ممتاز، استقبل الكره بشكل رائع وسجل هدف وبيقول له انا موجود. نادي كلوب بروج سجل الهدف الاول في الدقيقه 45 في الشوط الاول في ملعب الاتحاد، وكلنا توقعنا ان السيتي هيخرج. ثم عاد السيتي وسجل هدف التعادل. كوفيتش اول مره اشوفه يلعب حلو النهارده، اخترق واعتمد على نفسه وسجل الهدف. وفي الدقيقه 67 يسجل لاعب بروج هدف في مرماه وجوارديولا يتقدم بالنتيجه 2-1. وفي الدقيقه 80 السيتي سجل الهدف الثالث ويفوز 3-1. مباراة كانت حلوة. الشوط الثاني كل الجوارديولا اخيرا شغل دماغه وعمل شوط ثاني حلو، لكن الصدمة الجوارديولا في الملحق ممكن يقابل الريال او البايرن. ونتمنى جوارديولا لاعب مرموش في الملحق طول المباراة وما يقعدوش دكة. هيبقى نهارك اسود يا جوارديولا لو قعدت مرموش دكة. ونيجي لمباراة برشلونة، طبعا بوجود يامال برشلونة في امان. سجل هدف حلو باسيست رافينيا في الدقيقة 45. برشلونة كان متقدم على اتلانتا وكان متصدر الجدول لغاية الشوط الثاني. وفي الدقيقة 66 من الشوط الثاني اتلانتا تعادل. ماتش كان حلو جدا، شفنا فيه 4 اهداف. المهم تعادل برشلونة وبيه في المركز الثاني. وطبعا ليفربول متصدر الجدول، عندهم اليمين يامال ورافينيا، فما فيش خوف عليهم. كلنا منتظرين نشوف هيقابل مين في دور ال 16. نيجي للريال اللي هياخد البطولة في الاخر، والنهائي هيكون مع ليفربول. انا شايف رغم تعثر الريال وصل للملحق ان هو اللي هياخد البطوله، لان البطوله دي مكتوبه باسم الريال. الريال عمل مباراه حلوه تالق فيها بلينجهام ورودريجو الفنان. رودريجو النهارده سجل هدفين وبلينجهام سجل هدف. وطبعا المعلم امبابي لسه ما فاقش، لعب مباراه اقل من المتوسط. وموريديتش الفنان موسيقار خط الوسط ده ما يقعدش دكه تاني. انشيلوتي يا اخي سبحان الله، رغم كبر سنه لكن لسه بيلعب كانه شباب. رسميا ريال مدريد في الملحق هيقابل السيتي او سيلتيك، ولسه هنشوف القرعه. بيلينجهام خد رجل المباراة وطبعا يستحقها بجدارة. ومرموش جاهز للملحق ومتحمس جدا. ما ننساش مرموش بهدل بايرن ميونخ. اتمنى جوارديولا لاعب مرموش ونشوفه في دوري الابطال مع السيتي. كل المجد لصاحب تغيير فكرة دوري الابطال للنظام الجديد. انشيلوتي كالعادة حط الريال في ورطة لو لاعب السيتي. هنشوف مباراة قمة قبل الاوان، وده احلى ما في النظام الجديد. هنشوف متعة بجد. رقم رهيب في دوري المجموعات، تم تسجيل 470 هدف. اكتر شيء فرحنا وجود السيتي في الملحق عشان نشوف ابننا مرموش. باذن الله هنشوف اول هاتريك لمرموش في شباك كورتوا او نوير لو لاعب الريال او البايرن. طبعا ليفربول في صداره الجدول وبرشلونه الثاني، وننتظر القرعه ونشوف مين هيلاعب مين. طبعا كلنا عارفين مرموش ليه ما لعبش النهارده مع السيتي عشان قوانين الفيفا بتمنع اللعيبه الجديده في دوري الابطال لانه لعب في الدوري الاوروبي. بس اكيد هنشوفه في الملحق. كل التوفيق لابننا مرموش مع السيتي، وكمان لصلاح مع ليفربول. يا رب يكون هما اتنين في النهائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.